الحق شوف الفيديو قبل الليل ما يجي. ده مش بوستر فيلم رعب، دي صورة لعائلة روتشيلد. الناس دي كأنهم ماسكين العالم. العيلة دي أسست دولة الخنازير، وقالوا عليها إنهم كانوا وراء انهيار الإمبراطورية العثمانية والحروب والفيروسات والمجازر وجزيرة إبستين. عيلة روتشيلد يهودية ألمانية الأصل، اتأسست على يد ماير أمشيل روتشيلد في القرن ال18 في فرانكفورت، ألمانيا. بدأوا في البنوك والاستثمارات، وانتشروا في أوروبا عن طريق أولاده والمنظمات الإرهابية، وكان عندهم نفوذ سياسي واقتصادي كبير خصوصاً في أوروبا. واتهمتهم الناس على مر التاريخ بنظريات مؤامرة. يقال إن عائلة روتشيلد الصهيونية عقدت صفقة مع الشيطان للأبد، وهي التي تدير وتحكم العالم، وكانت طقوس حفلاتهم دايماً باللبس ده. الصور دي مجرد توضيح بصري لصفقاتهم مع الشيطان وتقديم القرابين وعبادة إبليس. يقال إن العائلة دي بتحكم العالم سراً أو مسؤولة عن كل الكوارث العالمية، وإنهم عاملين صفقة مع الشيطان. الناس دي وراء كل الشرور في العالم. فهل دي شائعات؟ استنوا القصة عن العيلة دي كاملة، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس وشير وكومنت عشان يوصلكم كل جديد.